السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا تالتة اعدادي؟ انا مس سارة ومكملة معاكم شرح منهج تالتة اعدادي 2026، ودي الحصة التانية لينا مع بعض. في الفيديو اللي فات بدأنا شرح موديل واخدنا الكلمات بتاعته، وكمان عرفنا ان موديل عندي بيتكلم عن الأنشطة والرياضات اللي بمارسها في وقت الفراغ. اما في فيديو النهاردة فهناخد الافعال اللي بتجيلي مع الرياضات والأنشطة. واول فيرب معايا فيرب جوي. جوي فيرب جوي يعني يلعب. فعل مجموعة كام؟ من نهاية الأو آر عرفت على طول إنه فعل مجموعة أولى، وتصريفه عادي خالص مفهوش أي مشكلة. تصريفه إن أنت هتحذف الأو آر وتضيف النهايات بتاعة فعل المجموعة الأولى. إيه نهاياتك؟ مع الجو أو، مع التي أو أس، مع الإيل والآل أو، مع النو أو إن أس، مع الفو أو زاد، مع الإلافيك أس والآلافيك أس أو إن تي. فهيبقى عندك جو، tu joues, il joue, elle joue. Nous jouons, vous jouez, il والآل جو. طب تصريف فيرب جوي سهل خالص يا مس وعرفناه، هيجي بعده رياضة أو نشاط ازاي؟ فيرب جوي بيجي بعده حرف الجر زائد رياضة بها كرة. يعني ايه رياضة بها كرة؟ يعني رياضة عشان أمارسها لازم يكون فيها كورة. زي ايه مثلا؟ زي كرة القدم، كرة السلة، التنس، كرة اليد، كرة الطايرة، أي رياضة بها كرة. يبقى أول حاجة فيرب جوي بيجي بعده حرف الجر زائد رياضة بها كرة، بس كده؟ لأ، بيجي بعده حاجة كمان، بيجي بعده أنشطة وألعاب ترفيهية. ايه هي الأنشطة والألعاب الترفيهية؟ الأنشطة والألعاب الترفيهية زي الدومينو، زي الكوتشينة، زي الشطرنج، زي ألعاب الفيديو. نقول تاني، فيرب جوي بيجي بعده حرف الجر ايه؟ بيجي بعده حرف الجر زائد رياضة بها كرة أو نشاط أو لعبة ترفيهية. بس كده يا مس؟ بس كده. طبعا حرف الجر مش هيفضل زي ما هو كده، امال بيحصل له ايه يا مس؟ بيتحول لاربع حاجات: او، الا، الابوستروف، او، او، الا، الابوستروف، او. طب امتى بنستخدم كل واحدة فيهم؟ اول حاجة الام اللي هي الايو، بيجي بعديها اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن، زي جوجو او تنس، انا بلعب تنس. التنيس ودي كلمة مفرد مذكر مبدوءة بحرف الت وده حرف ساكن، عشان كده حطينا قبلها ايه؟ او. تاني حرف جر الا. الالا بيجي بعديها اسم مفرد مؤنث مبدوء بحرف ساكن، زي جوجو على كوردا صوتي، انا بلعب نط الحبل. انا عندي كلمة كوردا صوتي كلمة مفرد مؤنث مبدوءة بحرف السي حرف ساكن، عشان كده حطينا قبلها الا. تالت حرف جر الا ابوستروف. طبعا من بعد ما شفنا الابوستروف ده عرفنا ان بعديها متحرك. ايه المتحرك اللي بعديها؟ بنقول بيجي بعديها اسم مفرد سواء كان مذكر او مؤنث مبدوء بمتحرك، زي جوجو اليكيتاسيون، انا بلعب فروسية. الفروسية مبدوءة بحرف متحرك اللي هو حرف الاو، عشان كده خدت الا ابوستروف. اخر حاجة الاو اللي هي الجمع، حرف الاكس مش منطوق، بيجي بعديها اسم جمع سواء كان جمع مذكر او جمع مؤنث، زي جوجو اوزيشاك، انا بلعب شطرنج، او جوجو وجو فيديو، بلعب العاب فيديو. وجايب لك هنا ملحوظتين مهمين. نبدأ بأول واحدة، بيقول لي عند النفي. انت فاكر الأول النفي ولا لأ؟ وهتكون نسيت. النفي عندك بتجيب الفعل تحطه بين طرفي النفي النو والبا، الفعل في النص قبل النو وبعده البا. بيقول لك بقى عند النفي لا تتغير أدوات المعرفة المدغمة. ايه هي أدوات المعرفة المدغمة دي يا مس؟ اللي احنا لسه قايلينها فوق، الأو، لا، الأبوستروف، أم. ما بتتغيرش عند النفي. هي في حاجة بتتغير عند النفي؟ النفي بيغير لك 3 حاجات بس، حطهم حلقة في ودنك خليك فاكرهم دايما. النفي بيحول لي ايه يا مس؟ بيغير لي 3 حاجات: الأعداد، الأرقام يعني، بيحول لي أدوات النكرة اللي هما الآ والإين والدي، بيحول لي أدوات التجزئة. هنشوف أدوات التجزئة كمان شوية. يبقى النفي بيحول لي 3 حاجات: أدوات النكرة والأعداد وأدوات التجزئة. هل الأو، لا، الأبوستروف، أو دول من التلاتة اللي بيغيرهم؟ لا، يبقى النفي ما بيأثرش فيهم. جايب لك مثال، بيقول جوجو او تنس، انا بلعب تنس. جه نفى الجملة قال لي جو ne joue pas au tennis، انا لا العب التنس. هل في حاجة اتغيرت في الجملة؟ مفيش حاجة اتغيرت، كل اللي انا عملته ان انا جبت فيرب جوي حطيته بين طرفي النفي انه والبا. كده فهمنا الملحوظة الاولى. ندخل بقى على الملحوظة التانية. بيقول لي يستخدم فيرب جوي
متبوعا بحرف الجر اه. فعل جوي بيجي بعده حرف الجر اه، ما ده اللي احنا لسه قايلينه فوق، مفيش جديد اهو. ولا يدغم، اه ده الجديد. يعني لا يدغم، يعني بيفضل حرف الجر اه زي ما هو، ما بيتحولش للأو ولا الألا ولا الأ إلا أبوستروف ولا الأو، بيفضل اه زي ما هو من غير تحويل. امتى؟ أمام النشاط المسبوق بمحدد، قبل النشاط اللي جاي قبل محدد. طب ايه هو المحدد يا مس؟ أداة النكرة اللي هي الآ والإين والدي. صفة الملكية المون مامي تون تاتي سون ساسي. صفة الإشارة سو سات سات سي. ومديك مثال، وده أشهر مثال بيجي على النقطة دي. جوجو دي جو فيديو، أنا بلعب ألعاب فيديو. يا مس انت لسه قايلالي فوق ان النشاط لو جه جمع بحط قبله او اللي هي الجمع اللي هي اخرها حرف الاكس، صح؟ ايوه صح، انا قلت لك كده. هنا جاي لي حرف الجر بس ليه؟ عشان عندك اداة النكرة دي. اداة النكرة دي محدد، هيمنع عندك الادغام، فهيفضل حرف الجر ثابت بدون ادغام زي ما هو عندك في المثال كده. طب كده خلصنا فيرب جوي خلاص؟ لا لسه فيرب جوي مكمل معانا شويه. فيرب جوي فوق كان بيجي بعده حرف الجر زائد رياضة أو نشاط. تمام ده شرحناه خلصنا منه. فيرب جوي بيجي معاه حاجة كمان، ايه هي؟ بيجي معاه آلات موسيقية، بس ما بيجيش معاه حرف الجر امال بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه حرف الجر دو. يبقى أنا عندي فيرب جوي بيجي معاه حرف الجر زائد رياضة أو نشاط، ويجي معاه حرف الجر دو زائد آلة موسيقية. تعالوا ما نشوف موضوع الآلات الموسيقية ده. بيقول لي يستخدم فيرب جوي مع الآلات الموسيقية. بمعنى ايه؟ فوق كان بمعنى يلعب، هنا مش بمعنى يلعب. يعني أنا أقول البيانو، أنا ألعب البيانو، لأ بمعنى يعزف، ويأتي بعده حرف الجر دو. تعالوا ما نشوف الأمثلة. طبعا حرف الجر دو هنا هيضغم برضو. طب هيبقى ايه؟ هيبقى دو، دو لا، دو إلا أبوستروف. أول حاجة دو بيجي بعديها آلة موسيقية مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن، زي جوجو دو بيانو، أنا بعزف على البيانو. البيانو مذكرة مبدوءة بحرف البي، ده حرف ساكن فعشان كده خدت دو. تاني حاجة دولا، ودي بيجي بعديها آلة موسيقية مفرد مؤنث مبدوء بحرف ساكن، زي جوجو دولا جيتار، أنا بعزف على الجيتار. الجيتار مؤنثة ومبدوءة بحرف الجي، وده حرف ساكن فخدت دولا. آخر حاجة الدو اللي أبوستروف، ودي بيجي بعديها آلة موسيقية مفرد سواء كان مذكر أو مؤنث بس مبدوء بمتحرك، زي جوجو دولارج، أنا بعزف على الأورج. وجايب لي هنا ملحوظة برضو، بيقولك ايه؟ بيقولك يا سيدي عند النفي يوضع فعل جوي بين ظرفي النفي. طبيعي احنا الفعل بيتحط بين ظرفي النفي، ايه اللي هيحصل بقى؟ وتبقى الدو دولا دو الا ابوستروف كما هي، هتفضل زي ما هي يعني مش هتتحول. ليه بقى؟ لانها ادوات معرفة مدغمة وليست ادوات تجزئة. لسه قايله لك من شوية فوق ان النفي بيحول لك 3 حاجات: ادوات النكرة والاعداد وادوات التجزئة. هنا الدو دولا دو الا ابوستروف دول مش ادوات تجزئة، دول ادوات معرفة مدغمة، فمش هيتغيروا لو الجملة اتنفت، هيفضلوا زي ما هم. وجايب لك مثالين. الاول تجو دو فيولون، انت بتعزف على الكمان. قال له نو لا، جو نو جو با دو فيولون، انا ما بعزفش على الكمان. عندك حاجة اتغيرت؟ مفيش حاجة اتغيرت في الجملة غير ان انا حطيت الفعل بين طرفي النفي النو والبا. في حاجة اتحولت؟ لا. تاني مثال il joue de la guitare، هو بيعزف على الجيتار. قال لي ايه؟ قال لي نو il ne joue pas de la guitare، هو لا يعزف على الجيتار. في أداة عندك اتغيرت؟ حاجة اتغيرت؟ لا. كل اللي حصل عندي ان انا حطيت فيرب جوي بين ظرفي النفي النو والبا. طب انا افهم من اللي انت قلتيه ده ايه يا مس؟ هتفهم حاجتين. اول حاجة ان انت عندك فيرب جوي بيجي معاه حرفين جر، حرف الجر زائد رياضة او نشاط، وحرف الجر دو زائد آلة موسيقية. وان فيرب جوي بنقول عليه فعل قوي الشخصية لا يتأثر بالنفي. فيرب جوي فيرب قوي الشخصية لا يتأثر بالنفي، لو دخل عليه نفي سواء كان معاه آلة موسيقية أو رياضة أو نشاط لا يتأثر بالنفي، بتفضل الأداة اللي معاه زي ما هي ما بتتحولش. وتاني فعل معايا بيجي مع الرياضات والأنشطة هو فيرب فار. فار فيرب فار ليه كذا معنى، بمعنى يعمل أو يفعل أو يمارس. هنا محتاجينه بمعنى يمارس. لو بصيت على نهاية فيرب فار هتلاقيه بينتهي بالمقطع الرؤو.
وطالما انتهى بالار او يبقى فعل مجموعة تالتة، واحنا عارفين ان كل افعال المجموعة التالتة شواذ في تصريفها، يبقى انت مضطر تحفظ لي تصريف فيرب فعل. على فكرة انت واخده قبل كده في اولى وتانية. تعالوا ما نصرفه مع بعض. جو في، tu fais مع الجو تي نفس التصريف. il fait، elle fait. nous faisons، vous faites، il والelle font. مرة كمان. je fais، tu fais، il fait، elle fait. nous faisons، vous faites. النهاية الغريبة اللي عندك هنا، انت متعود مع الفو النهاية او زد، لكن هنا او اس، خد بالك مع الإله افيك اس والآله افيك اس فون. طب خلاص يا مس، احنا عرفنا تصريف فيرب فعل. فيرب فعل هيجي معاه ايه؟ هيجي معاه أداة تجزئة زائد رياضة أو نشاط أو آلة موسيقية. باكج على بعضه كده. نقول تاني، فيرب فعل بيجي بعده أداة تجزئة زائد رياضة أو نشاط أو آلة موسيقية. طب هنا أي رياضة ولا رياضة بها كرة؟ لأ، هنا أي رياضة. هنا سايب لك تعيش الدنيا براحتك، أي رياضة يا سيدي، بها كرة ما فيهاش كرة، أي رياضة. طب ايه هي أدوات التجزئة يا مس؟ دو، دو لا، دو إلا أبوستروف دي، اللي أنا كنت لسه قايل عليهم من شوية هم. يبقى أنا عندي أدوات التجزئة دو، دو لا، دو إلا أبوستروف دي. فيرب فير هيجي معاه ايه؟ هيجيلي معاه أداة تجزئة زائد رياضة أو نشاط أو آلة موسيقية. طب تعالى ما نقرأ الأمثلة. أول حاجة الدو بيجي بعدها ايه؟ اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن، سواء كان الاسم المفرد المذكر ده رياضة أو نشاط أو آلة موسيقية. زي جو في دو تنس، أنا بمارس التنس. أو جو في دو بيانو، أنا بعزف على البيانو. تاني حاجة دولا بيجي بعديها اسم مفرد مؤنث مبدوء بحرف ساكن، سواء كان رياضة أو نشاط أو برضو آلة موسيقية. زي جو في دو لا ناتاسيون، أنا بمارس السباحة. أو جو في دو لا فلوت، أنا بعزف على الناي. 3 الدو إلا أبوستروف بيجي بعديها اسم مفرد مذكر أو مؤنث مبدوء بمتحرك. زي جو في دو ليكاتاسيون، أنا بمارس الفروسية. أو ممكن أقول جو في دو لورج، أنا بعزف على الأورج. وآخر أداة الدي، ودي بيجي بعديها اسم جمع بنوعيه، سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث. زي جو في دي زيكزرسيس، أنا بعمل تمارين. يا على سلكانك يا فيرب فعل، جايب لي الرياضات والأنشطة والآلات الموسيقية كلهم بأداة واحدة اللي هي أداة التجزئة، جايب لك رياضات مفتوحة، كل الرياضات، ما قالكش فيها كرة ولا مش فيها كرة، لا كل الرياضات، سلكان ما بعده سلكان. يرجع بفعل فار يقول لك فوق، وركز معايا في الملحوظة المهمة دي. ايه انا اللي معايا يا سيدي؟ أداة تجزئة مش حرف الجر دو. يعني عايز ايه يا فار؟ انا لسه قايله لك فوق ان النفي بيحول لك 3 حاجات، بيحول لك الاعداد، بيحول لك ادوات النكره، وبيحول لك ادوات التجزئه. فار معاه ايه؟ معاه اداه تجزئه. يعني جمله فار لو دخل عليها نفي تتحول ادوات التجزئه الى ايه؟ الى الدو او الدي ابوستروف، اللي هي الدي اي او الدي ابوستروف. نقول تاني، فعل فار بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه اداه تجزئه. النفي بيحول لي ادوات التجزئه الى الدو او الدي ابوستروف. تعالوا ما نشوف امثله. بيقول لي جو في دو تنس، انا بمارس التنس او بلعب تنس. عايزا في الجمله هحط فار بين ظرفي النفي، يبقى جو ني في با. الديو بقت ايه؟ بقت دي اي. انت حولت ادوات التجزاء الى الدو. مثال كمان، جو في دو ليكيتاسيون، انا بمارس الفروسيه. عايزا انفي، حط فعل فار بين ظرفي النفي، جو ني في با. هحول الدو إلا أبصرف لإيه؟ لدي أبصرف، عشان كلمة إيكيتاسيون مبدوءة بحرف متحرك، يبقى جوني في با ديكيتاسيون. فهمت؟ فعل فعل مع أداة تجزئة، لو الجملة دخل عليها نفي هتحول أدوات التجزئة للدي إي أو الدي أبصرف. وجايب لك ملحوظة كمان، بيقول لك تبقى أدوات التجزئة كما هي إذا كان النفي لا يقع على فيرب فعل. يعني إيه؟ عندك مثال أهو، بيقول لي جام فير دو لا بوكس، انا بحب امارس البوكس. انت الجملة بتاعتك فيها كام فعل؟ فيها فعلين. النفي بيقولك لما يكون الجملة فيها فعلين فقط نضع الفعل المصرف بين طرفي النفي. الفعل المصرف من هون الاولاني. لما يكون الجملة فيها فعلين بتحط الفعل الاولاني بس بين طرفي النفي، اللي هو فيرب ايه؟ فيرب ايمي. فهقول جو نيم با، انا لا احب.
هل فيرب فار وقع بين ظرفي النفي مع فيرب ايمي؟ لا، ايمي بس اللي انحط. فقلت جو نيم با فار. هعمل ايه في اداة التجزئة؟ مش هتعمل فيها حاجة. ليه يا مس الجملة عندي منفية؟ ومين اللي اتنفى، ايمي ولا فار؟ ايمي. هل فيرب فار اتنفى؟ لا، يبقى ملوش دعوة، انا ماليش دعوة. ايمي اللي اتنفى، انا بره ومعايا اداة التجزئة بتاعتي، فهسيبهم زي ما هم. يبقى جو نيم با فار دو لا بوكس. عشان ما تتلخبطش في النقطة دي تاني، احفظ معايا السطر ده. عند النفي تتحول أدوات التجزئة إلى الدو أو الدي أبوستروف، بشرط أن يكون فعل فار هو الفعل الواقع بين ظرفي النفي. الشرط أن يكون فعل فار هو الفعل الواقع بين ظرفي النفي، إن أنت تلاقي فار في النص وقبل النو وبعده البا. كده الافعال اللي بتيجي مع الرياضات خلاص خلصت. لا، ما خلصتش، انت خدت جواه وفعل، لسه عندي ايه كمان؟ عندك افعال الميل والرغبه. ايه افعال الميل والرغبه؟ الاربعه اللي انت حافظهم من سنه اولى. ايمي يحب، ادوري يعشق، بريفيري يفضل، ديتستي يكره. مره كمان، ايمي، بريفيري، ادوري، ديتستي. معاهم كمان فيرب اسمه براتيكي يعني يمارس. والخمس افعال دول عشان يجي معاهم رياضة بيجي بعديهم اداة معرفة. يبقى احنا بنقول ايمي وادوري وبريفيري وديتستي وبراتيكي زائد اداة معرفة زائد رياضة. وطبعا انت فاكر ادوات المعرفة اللي هما اللو واللا والإلا ابوستروف واللي. وندي مثال على كده. جو بريفير لو فوتبول، انا بفضل كرة القدم. او جو براتيك لو تنس، انا بمارس التنس. بس افعال الميل والرغبة بتزيد عن فيرب براتيكي بحاجة. فيرب براتيكي بيجي بعده رياضات بس لانه بمعنى يمارس، لكن افعال الميل والرغبة بيجي بعدها رياضات او انشطة، اي حاجة عادي. فاقول مثلا جو ديتاست لا لكتير، انا بكره القراءة. او جادور لي جو فيديو، انا بعشق العاب الفيديو. والنقطة اللي بعد كده عندي، لو الجملة اللي فيها أي فعل من الخمس أفعال اللي قلناهم دول دخل عليها نفي، في الحالة دي هحول لأدوات المعرفة ولا لأ؟ أنا لسه قايله لك من شوية النفي بيحول لك 3 أدوات. إيه هما؟ الأعداد وأدوات النكرة وأدوات التجزئة. هل أداة المعرفة من الأدوات اللي بيحولها النفي؟ لأ، يبقى خلاص مفيش حاجة تتحول، الجملة هتفضل زي ما هي. مديك جملة هنا بيقول جو ne préfère pas la boxe، أنا لا أفضل البوكس. في حاجة اتغيرت؟ لا، مفيش حاجة اتغيرت. يعني أنا أفهم من كده يا مس إن كل الأفعال اللي بتجيلي مع الرياضات كلها ما بتتأثرش بالنفي ما عدا فيرب فار، هو بس اللي بيتأثر. أيوة، أنت كده فهمت. وجايب لك هنا ملحوظة إن ال3 رياضات دول اللي هما الأوكي والأوندبال واليوجا، الهوكي والهاندبول واليوجا، مالهم؟ إن الحروف اللي بيبدأوا بيها دي مش متحركة. حرف القش هنا مش متحرك ولا حرف الإكراك هنا متحرك. يعني اعمل ايه؟ يعني قصدي يقولك ان هما لما بياخدوا ادوات عاديه، مش بياخدوا ادوات فيها الا ابوستروف. ليه؟ لان الحرف هنا مش متحرك. فلو جه معاهم فيرب بياخدوا الدو اللي هي الديو. لو جه معاهم فيرب جويه ياخدوا ايو. لو جه معاهم اي فيرب من الافعال الخمسه بتوع الميل والرغبه وبراتيكي بياخدوا له عادي. ومديك امثله. اول مثال إيلام لو اوندبال او لو يوجا او لو اوكي، هو بيحب كرة اليد، اليوجا، الهوكي. هنا خدت الا بصرف او حاجة؟ لا، خد له عادي. طب المثال التاني il fait du handball، دو يوجا، دو اوكي، خدت دو الا بصرف؟ لا، خدت ديو عادي. ليه؟ لان دول حروف مش متحركة، حروف ساكن. خلصنا شرح افعال الرياضات، نيجي بقى للاسئلة. اول سؤال، ماري نقط او تونس. عايز هنا تصريف فيرب جويه. الفاعل عندك مين؟ الفاعل عندي ماري، بيساوي ضمير ال المفرد المؤنث، النهاية مع ال او، يبقى هختار جو الاولى. 2، تيو اي سون فرير، تيو واخوه، جمع ولا مفرد؟ جمع مذكر، صرف مع الجمع المذكر، النهاية مع الجمع المذكر ايه؟ او ان تي، يبقى اختار جو الاخيرة. 3، تطلى فمي، كل العيلة. التعبير ده يبان ان هو جمع لكن هو مفرد وبيساوي ضمير ال المفرد المؤنث، صرف فر مع الال هيبقى في الأخيرة. فو نقط دو سبور، هتصرف فيرب ايه؟ فيرب فار مع الفو، هيبقى فو فات. ده النهاية يمس مع الفو ايزاد، احنا قلنا فيرب فار مجموعة تالتة وشذ في تصريفه، نهايته مع الفو او اس. نانسي ايه مليكة، نانسو مليكة نقط او فولي. نانسو مليكة جمع ولا مفرد؟ جمع مؤنث، صرف مع الجمع المؤنث يبقى جو الأولى. إل نقط دو لا ناتاسيون، أصرف مع الإلا فيك اس، تصريف فيرب فير مع الإلا فيك اس ايه؟
إيل فوق التانية. نو نقط أو تنس، صرف لي فيرب جوي مع النو، النهاية مع النو ايه؟ او الناس، يبقى نو جو التانية. مون كوزا نقط لأوند بال، مون كوزا يعني ابن خالي أو ابن عمي أو ابن خالتي، دي بتساوي الضمير إيل المفرد المذكر، هصرف مع الإيل، النهاية مع الإيل ايه؟ او، يبقى بريفير الأولى. جو نقط دو لا جيتار، هنصرف فيرب جوي مع الجو، يبقى جو الأولى. واسك فو نقط لا بوكس، هصرف مع الفو، النهاية مع الفو ايه؟ وزاد، يبقى اختار براتيكي الأخيرة. جمال اتوه، اسم زائد اتوه بيساوي الفو، تصريف فيرب فير مع الفو ايه؟ فو فات التانية. ونيجي للسؤال التاني، أول نقطة تو نقط دو جارديناج، هصرف فيرب فير مع التو، هيبقى تو في الأولى. 2 نادر اموا، اسم زائد ما بيساوي النو، والنو بيساوي ايه في المعنى؟ بيساوي الأون. اون نوت وزشاك، الأون بيساوي ايه في التصريف؟ بيساوي الإيل المفرد المذكر، صرف مع الإيل يبقى جو الأخيرة. مارك نقط دو سارف، مارك بيساوي ضمير ايه؟ مارك اسم ولد مفرد مذكر بيساوي ضمير إيل المفرد المذكر، صرف مع الإيل يبقى في التانية. ممكن ذا نقط لأوند بال، ممكن ذا بيساوي ضمير ايه؟ بيساوي ضمير إيل المفرد المذكر، هصرف فيرب بريفيري مع الإيل، هيبقى بريفير الأولى. اللي بعديها جو نقط تو سبور، هصرف مع الجو يبقى جو في التانية. 6 تطلفمي، لسه قايلين تطلفمي على بعضيها بيساوي ضمير ايه؟ بيساوي ضمير ال المفرد المؤنث، صرف مع الآل يبقى في التانية. 7 ال نقط دو بيانو، صرف مع الآل يبقى جو الأولى. وتعالوا نشوف فكرة السؤال ده كمان. السؤال اللي فات كان مطلوب منك بس تصريف الفعل، لكن هنا مطلوب منك تحط الأداة. أول نقطة نو جو نوت الشك، عندي فيرب جوي بياخد ايه؟ بياخد الأو ألا الأبوستروف أو. عندي الشك مفرد ولا جمع؟ جمع، هختار الأخيرة. مون فرير في نوت اسكي، فيرب بياخد ايه؟ بياخد الدوهات، دو لا دو الأبوستروف دي. عندي كلمة سكي مذكرة ولا مؤنثة؟ مذكرة مبدوءة بحرف الاس حرف ساكن، تاخد دو التانية. نو جو نقط فولي، فيرب جوي بياخد ايه؟ بياخد الاو الا الابوستروف او. فولي مذكرة ولا مؤنثة؟ مذكرة مبدوءة بحرف الفي حرف ساكن، تاخد او التانية. إيلين براتيكي، فيرب براتيكي بياخد ايه؟ بياخد أدوات معرفة. تينيس مذكرة ولا مؤنثة؟ مذكرة، تاخد لو. il se promène à la plage نقط فندرة دي، هنا مش طالب منك حاجة غير ان انت تعرف ان كلمة فندرة دي يعني يوم الجمعة، وايام الاسبوع كلها مذكرة، تأخذ اداة المعرفة لو، يبقى اختار لو فندرة دي. توجو بارفوا نقط فوتبول، عندك فيرب ايه؟ عندي فيرب جوي بياخد ايه؟ بياخد او التانية. ال براتيك توجور نقط ناتاسيون، الناتاسيون مذكرة ولا مؤنثة؟ مؤنثة، وانت عندك فيرب ايه؟ عندي فيرب براتيكي ياخد ادوات معرفة، يبقى هختار الله، يبقى ال براتيك توجور لا ناتاسيون، هما بيمارسوا دائما السباحة. وبكده نقدر نقول ان انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، واي سؤال او استفسار اكتبولي تحت في الكومنتات او ابعتولي على جروب التليجرام. اشوفكم في فيديو تاني جديد ان شاء الله. اوريفوار.